فاجأ فوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجمهور ومتابعي كرة القدم بإعلانه عودة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لاستضافة مباريات المنتخب الوطني اعتبارا من شهر مارس 2025 المقبل. ورغم استمرار العمليات الإصلاحية في الملعب إلا أن الأقجع أصر على التزامه بالموعد المحدد، مبديا ثقته باستعداد الملعب في وقته، ومؤكدا أن المنشأة الرياضية ستكون جاهزة لاستقبال مباراتي المنتخب المغربي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد كل من النيجر وتنزانيا، والمقرر إقامتهما يومي 17 و 24 من مارس المقبل. وفي تصريح الأقجع لوسائل الإعلام أوضح أن المنتخب المغربي سيستضيف منافسيه في ملعب الأمير مولاي عبد الله، وصفه بأنه أفضل ملعب في القارة الإفريقية بل وفي العالم كله، مشيرا إلى أنه سيستوعب نحو 70,000 مشجع.